بسم الله الرحمن الرحيم. من المثاليات والكماليات التعبانة إلا ما لها أي معنى، وهي فقط في حيز الأشعار وفي حيز الندوات. يقول لك الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. نفسه يقول هالكلمة وقالها والناس اعتقدت فيها. حبيبي، أبو طبيع الصحيح الأصح من هذا، أبو طبيع ما يهون عن طبعه، زين. وأصح منهما ما ورد عن إمامنا الإمام الكاظم عليه السلام، حيث يقول: من لم يكن له واعظ من نفسه فلا واعظ له. كلام في شنو؟ في الحرمة اللي تحرم الأب من تربية أبنائها. خد رسالة قوية عشان إذا عندك أحد تبغى ترسلها إليه وترتاح قلبك، خذ رسالة قوية جدا، قول لها: يا قليلة الأدب، يلي منتي عاطية الأب فرصة أن يربي أبنائه، وهذا رب المنزل رب البيت، ولولا المربي ما عرفت تربي. تعد هذه المرأة على شنو تعدها؟ كيف تعدها؟ يعني تاخذها وتربيها وتسوي لها اعدادات وتفرمتها وتحط فيها سوفت وير، زين، بعد ما تشتغل فيها هاردوير، وتكون تعدها على ان هي تربي؟ ما تربي. اذا كانت هناك بيت اهلها مطبعة على طبع ما راح يتغير، زين، بتربيها كم 30-40 سنة وانت تشوفها مي مهونة ولا هي عاطت انك فرصة. هذه وش تربي فيها؟ هذه يعني إذا تكرمت وجبت لها علب فوكس ورشات فوكس ودهانات ومراهم وحبوب مهدئة، هذا أنت مبارك ومشكور وسعيك مبرور. هذه وش تربي فيها؟ وش تعد فيها؟ هذه قول لها: يا قليلة الأدب، انتينا لما تعارضي الأبو وتكسريه، وانتينا تشوفي الابن فاعل محرم، منتهك لحرمات الله سبحانه وتعالى، بدل ما توقفي الأب توقفي هذاك المنحرف. هذا جاي يربي إليش أبناء السند، ظهر للمستقبل، يربي ليش جيل صالح ما تقدر عليهم. لما تم أنت فاهمة أنه ما تقدر على صبيان، بالذات الأولاد ذكور، هالقضبان دولين هذول ما تقدر عليهم ولا تكابري. واستحي لما يكون عندش رجال شديد جاي يبغى يسندش، اسنديه مو تكسريه، لأن هذا من قاعدتهم. هذولين يا ألعب يا أخرب، وانتي تشوفي أن هذا قاعد يخرب ويخرب البيت، لأن تتابعي له كل شوية ركضتي وراه. خلي الأب يعرف كيف يتصرف. شد علشانه، وأولا هذا، ثانيا علشانه، وأولا علشانش. بكرة لما الله ياخذ أمانته تشوفي وبتلاحظي أنه واقفين عندش رجال ورثهم ذلك الأب الشديد اللي ما يتنازل عن حق الله، عن حق الله، مو جاي يتعيباط. فاستحي على وجهش. قال لك: ويش دا عددتها؟ تعد ويش؟ بعد هالعمر ما يمكن إعدادها خلاص، ولا يمكن إعدادها حتى من البداية. مثل ما ذكرنا، جايت إنك بطبع متربية في بيت أهلها 20 25 28 سنة، في حدود الثلاثينات، وش تطبع فيها دي؟ هذه متطبعة وجاية إنك هي تبغى كذي، شافت أمها وراح تطبق. وهكذا الجيل يتوالد ويتوارث هذه الحقارة. هذه حقارة فعلا. قال لك: إذا عددتها ما تنعد يا عمي بالأشعار بالخرابيط. من لم يكن له واعظ من نفسه فلا واعظ له. لا الله يفيده، ولا رسول الله يفيده، ولا أهل البيت يفيدوه بشيء، ولا مسترشد
يرشده، ولا واعظ يوعظه. ما إذا ما عنده واعظ من نفسه فلا واعظ له. فإذا كان هناك أب يبغى يعد ابنه، يعد بنته، هذا أعدد شعبا طيب العراقي. هذا الأب، مو وحدة أجنبية يجيبها بيته بعقد زواج وقال لك أعددها، اعددها يلا. هذه ما تنعاد، هذه خلاص من عدة. يعني عدة، شفت العدة، صندوق العدة، هذه من عدة، مو تعدها. سلم عليها.